مساء الخير، يا رب تكونوا بخير او صباح الخير اينما كنتم. عارفة بقالي فترة ما سجلتش فيديوهات، بس زي ما وعدتكم ان انا بسجل او بقول لكم على الحاجة اللي انا بحس ان انا استفدت منها او ان انا جربتها وبقى عايزة اوصلها لحد تاني. ممكن تكون رسالة ليه بعد كده، او يكون حاجة تنور في دماغه او الهام له يعني. النهاردة بقى الفكرة اللي انا بتكلم فيها هي فكرة الرسالة. يعني ايه رسالة؟ الفكرة دي بقالي فترة انا مغيرة تفكيري خالص فيها، وبدأت اشوف الموضوع بصورة اكبر شوية. والحكم بتاعك لما الصورة بتكبر الحكم بتاعك كله بيختلف. يعني ايه؟ يعني مثلا احنا في الصورة الكبيرة على مستوى الارواح، احنا كلنا ارواح من ربنا سبحانه وتعالى، والروح دي كلها نور وكلها خير. فاحنا ارواح مع بعضها بتتعامل مع بعضها، الارواح دي بتبعت رسائل لبعضها. يعني ايه رسائل؟ يعني بتبعت لك حاجة، انت بتقول لك خلي بالك من دي، طور عن طور نفسك في الحتة دي. الحتة دي لازم تاخد بالك منها. فده على مستوى الارواح. احنا لما ننزل بقى شوية للمستوى البشري بتاعنا، الرسائل دي بقى ممكن تكون ايه؟ ممكن تكون اذى، ممكن تكون الم، ممكن تكون خذلان، ممكن تكون الهام، ممكن يكون تعليم وحد مسهم ليك وحد يقول لك كلمة او نصيحة تغير في حياتك كلها. هي دي رسالة. تفكيرك في فكرة الرسالة وان الشخص ده عنده له رسالة قدمها لي، بيخليك حتى لو الأذى أو الخذلان أو الألم كان شديد. وللأسف إن إحنا أغلبنا بنتعلم الإنسان بيتعلم أكتر وبيفتكر دايما الشيء اللي بيوجعه أو اللي بيؤلمه. فده بيخليك تقدر تسامحه، أو تقدر تشوف الموضوع بصورة أكبر، بصورة أوسع. يعني فكرك نفسه بيتسع وبيكبر. فأنت بتشوف إن هو علمني درس، او وصل لي رساله. هو تصرفه على المستوى البشري انا ماليش دعوه بيه، بس هو في الاخر روح قدمت لي رساله ان انا مفروض اطور عن نفسي حاجه معينه او اتعلم حاجه معينه. وخلي بالك انت لو ما اتعلمتش من الرساله دي، الروح دي او الشخص ده هيمشي وهيجي واحد تاني هيفضل يعلم لك نفس الرساله، هيمشي وهيجي التالت. فانت هتفضل في نفس الدايلما دي كلها لو انت ما اخدتش بالك ايه الرساله من اني مثلا بتظلم كتير. ايه الرساله من اني مثلا اي حاجه ايا كانت، ايه هي الرساله؟ فافضل اسال نفسي واتعلم ايه هي الرساله من الشخص ده او من الموقف ده او من الشيء اللي حصل ده او من النصيحه دي او من الكلمه دي. لازم اعرف ايه هي الرسالة علشان اتعلمها، واول ما اتعلمها خلاص اللي هيجيلك بعد كده ممكن يجيلك كأنه بيعملك تشيك كده، ايه خلصت الرسالة، فهمتها كويس ولا ايه، امشي ولا هقعدها لك. فيما معناه كأنه بيعمل لك تيست كده. طالما انت اتعلمت الرسالة فخلاص انت كده مش هيتعاد عليك الدرس ده تاني. كل شيء في الكون ده بيتكلم كأنه رسائل. يعني ايه؟ يعني اديك طيب شوية امثلة يمكن توضح الموضوع شوية. يعني مثلا رسالة النرجسي ده كشخص بشري، انتوا شايفينه كشخص مؤذي، بس رسالة النرجسي دي بتروح بتقولك قوي حدودك، خليك واثق في نفسك. بس هي دي رسالته. هو مش بيروح لحد ابدا. عمرك شفت النرجسي راح لحد قوي، حدوده قوية، واثق من نفسه، حدوده واضحة لا. هو هيروح لحد مهزوز، حد مش واثق في نفسه، حد حدوده مخترقة، فهيبعت له، هيأذيه بحيث ان هو يقول له رسالتك انك انت تقوي، رسالتي ليك انك انت تقوي حدودك، ان انت تقوي شخصيتك، انك تبقى واثق في نفسك. مثلا الام المهملة ممكن تهملك انت على فكرة وتاخد بالها من اختك او من اخوك. هي بتقولك اعتمد على نفسك، حاول ازاي تحب نفسك وتعتني انت بنفسك. هي دي رسالتها، هي رسالة صغيرة روحها بتقولها لك انك تعملها. بس مثلا ممكن الرسالة دي تكون على هيئة نصيحة من حد ممكن ما تقابلوش تاني. ودي حصلت معايا انا شخصيا. قعدت مرة مع الكاتب والمفكر الكبير السوداني استاذ طارق هاشم. انا جدا بحبه بصراحة جدا، وكانت قاعدة لطيفة جدا، هو كان مستمع جيد جدا، وانا كنت بص ايه منهمكة في الكلام جدا جدا، وهو كان خفيف الظل قوي بصراحة، انا بحبه. فقال لي وسام احنا ممكن ما نتقابلش تاني. هو قالها لي كده باللفظ، وسام احنا ممكن ما نتقابلش تاني، بس انا لو عايز انصحك نصيحة او اقول لك حاجة، هو كأنه بيقول لي الرسالة بتاعتي كذا،
خلي عندك تركيز ووضوح بس، خلاص. واحنا بقى ما اتقابلناش تاني، بس ان شاء الله نتقابل يعني. فالفكرة كلها ان انت ممكن تسمع كلمة، ممكن حد يأذيك، حد مستغل. طب المستغل ده ايه رسالته؟ بيقولك قول لا، اقدر قول لا بصوت عالي وبدون خجل وبدون كسوف. ورسالته كمان بيقولك قدر نفسك، بلاش التقدير. انت بقى عايز ترضيه بأي طريقة وبترضي الآخرين عشان تسمع كلمات تقدير، لأن التقدير ده مش من جواك انت. كل الرسائل على فكرة هي انعكاس لأشياء مباشرة جوانا أو غير مباشرة. فانت مش مقدر نفسك، فهو جاي يستغلك وبيقولك كلمتين تقدير، فانت تعمل وتعمل وتعمل عشان ترضيه، ومتقدرش تقول لا انت محتاج التقدير ده. فانت في الاخر بتستغل. وهي رسالته طول الوقت بيقولك قول لا، قول لا، بيقولك قدر نفسك وحب نفسك. كلها رسائل، كلها رسائل. الشخص اللي بيخون ثقتك ده معناه ان انت اصلا يعني الشخص ده بيقولك ان انت خنت نفسك في اشياء، ظلمت نفسك وجيت عليها في اشياء. نفس الشخص اللي بيظلمك بالظبط. الشخص اللي بيظلمك ده بيقولك ان، وعلى فكرة ممكن اللي بيتظلم ده يكون فعلا شخص طيب مش وحش، بس هو بيقولك انت ظالم لنفسك، انت بتيجي على نفسك علشان الناس، انت ما بتحبش نفسك كفاية، انت بتقدم وبتبدي كل الناس على نفسك، انت ظالم لنفسك. فانا بظلمك عشان اقول لك خلي بالك من النقطة دي، انت ظالم لنفسك، فالظلم بيقع عليك اصلا وبتجذبه لنفسك. في حاجات تانية مهمة، اعضاء الجسم نفسها والالم ساعة لما ركبتك توجعك او كتفك يوجعك او ايدك توجعك، هي بتوصل لك رسالة معينة. طبعا على المستوى الطاقي انا لو هتكلم اصحاب الدكاترة كلهم هيزعلوا مني بس انا بتكلم على مستوى بلاش النفسي، خلينا في المستوى النفسي، لان كل المشاعر، كل الالام الجسديه سببها الجذر بتاعها اصلا مشاكل نفسيه. يعني دايما حتى احمد عماره مره كنت حاضره له في مؤتمر، يعني كان بيقول ان كل الناس اللي ما عندهاش فلكسبيليتي وعندها عناد شديد كلها ركابها بتوجعها. طب هو ربطها ببعضها بقى، انا ماليش دعوه عشان ما تزعلوش مني، بس هو في الاخر كل اعضاء الجسم. انت لو قريت شفرات الامراض للدكتور صلاح الراشد او لويز، او كتاب اشفي جسدك بتاع لويز هاي، كلهم بيتكلموا طاقيا ايه المشاعر المتسببه في الالم ده. حتى جسمك بيكلمك وبيبعت لك رسائل. الفكره في كده. كان المشاعر كمان بتبعت رسائل. مره كان استاذ عبد الله الهاشمي، هو كاتب ومفكر سعودي، انا برضو جدا جدا بحبه، وهو من اكتر الناس المسهمه ليا بصراحه، لان انا استفدت منها استفاده رهيبه حتى هو لو هو ما يعرفش. فكان بيقول ان ان الغضب، ان المشاعر دي بتقول لك اللي بيغضب ده كانه بيصرخ وبيقول ما تحسسونيش بالمشاعر دي، انا مش عايز احس بيها. فانا بصراحه ما اقتنعتش قوي، فقلت له ازاي يعني؟ انا مثلا دلوقتي انا شخص جدا بحب الترتيب والنظام والنظافه، وانا عندي بنتي ما شاء الله عليها، يعني تدخل الاوضه تقلبها في خلال 5 دقايق. فانا كنت بغضب لدرجه ان انا اقعد اصرخ وازعق فعلا فيها، لدرجه ان انا ببقى حاسه ان انا مش شويه ومش هبقى كنترول على نفسي. فايه جذر المشكله في كده؟ فهو بصراحة خدني واحدة واحدة وقعد يسألني أسئلة وأنا جاوب لحد ما وصلنا لنقطة احنا الاتنين سكتنا. هو سكت علشان عرف إن أنا عرفت الإجابة وخلاني أنا أقولها، وأنا سكت من الذهول إن أنا يعني قلت له كده بالظبط علشان أنا هحس بالتأنيب. انتوا متخيلين إن أنا ممكن أكون أنا الغضب الشديد ده علشان أنا حاسة بالتأنيب مثلا أو بالتقصير في حاجة؟ وجد المشكلة دي ممكن يكون راجع لفترة الطفولة، وموقف ممكن يكون تافه جدا وهايف جدا جدا، حد حسسني فيه بالتأنيب ان انا ما نظفتش حاجة او ان انا قصرت في حاجة، أو ممكن يكون تافه جدا. المشكلة ان مشاعر الطفل وهو طفل بتتخزن زي ما هي مشاعر حسها كبيرة، فاتخزنت زي ما هي كبيرة، فهي مش بتصغر بالتقادم، هي بتفضل جواك مخزنة كبيرة زي ما هي.
فهي الفكرة دي ان انا ممكن يكون موقف تافه جدا جدا فضل عايش جوايا لدرجة ان انا لما شيء يبقى مش نظيف قدامي او مش مترتب او انه مفركش، فانا بتعصب جدا لان انا عندي مشاعر تأنيب وتقصير. فحتى المشاعر اللي احنا بنحس بيها فما هي الا رسالة. يعني كل شيء في حياتك هو رسالة. فكر في الدايرة بتاعتك اللي حواليك، المواقف اللي بتحصل لك. الشخص ده تجاهلني ليه؟ الشخص ده عاملني بعنصرية ليه؟ الشخص ده عنده ايجو، لما انا انتقدته حسيت انه اتضايق ليه؟ ليه في مشاعر معينة حد كلمة ممكن حد يقولها لي فتعمل تريجر عندي واتضايق ليه؟ كل ده كل ما تسأل نفسك ليه وايه الرسالة من ورا ده، كل ما هيتسع فكرك والصورة هتبقى أشمل وأكبر. يعني أنت هتلاقي نفسك وبالذات الموضوع ده في التسامح والأذى هيسهل عليك قوي قوي. في الآخر أنت هتشوف إن الشخص ده، وبيقولك على المستوى الأكبر خالص إن اللي أكتر حد بيأذيك هو على مستوى الأرواح أكتر حد بيحبك. احنا ممكن عقلنا البشري والاذى تكون انت مش قادر تقبل الفكرة دي، لكن مع الوقت انت ممكن تشوف ان ده كان معلم ليك، كان درس بيديهولك، بيقولك ما تخونش نفسك، ما بلاش الثقة الزيادة في كل الناس، ما تظلمش نفسك، حب نفسك او حدودك، قول لا. كل ده رسائل، ما هي الا رسائل الارواح دي بتبعتها طول الوقت، والغرض منها انك انت تتعلم، تتطور، تتحسن، تحسن نفسك، تحب نفسك، ترتقي بنفسك. كل الرسائل في الاخر الارواح مش بتقصد الا الخير والا النور والا انك انت تتطور وانك انت تتقدم. ففي فكرة في فيديو التسامح انا اتكلمت عن الفكرة دي وان هو معلم ليك ومرشد، وده بيأكد الرسالة دي برضو. اي حد ظلمك او اذاك بصله بالصورة الكبيرة ان هو معلم كبير ليك جاي يطورك وينقلك نقلة كبيرة. اي حد تدخل في حريتك وسيطر عليك وانت سمحت بده كان بيقولك ان انت لازم حدود الحرية بتاعتك دي تبقى واضحة، تبقى قوية، تبقى حد محدش يقدر يعديه، تبقى حريتك حاجة قوية وكبيرة بالنسبة لك ما تتنزلش عنها. حاجات كتير قوي قيس عليها، حاجات كتير جدا جدا. كنت لسه متعاملة مع حد كنت حاسة فيها السيدة دي في فعلها، يعني عشان ما احكمش عليها، بجزء كبير من العنصرية. فبعد ما اتضايقت قعدت سألت نفسي ليه الرسالة، ايه رسالتها الست دي؟ فلقيت انا جوايا عنصرية ناحية جنسية معينة، يعني هي غير عربية بس انا جوايا عنصرية. وكان في حد قال لي قبل كده طول ما انت عندك عنصرية ضد حد، طول ما انت قافلة على نفسك باب الخير اللي بيجي منهم، انت مش قادرة تقبليهم بس في باب خير هيجي منه. واتعاملت مع العنصرية دي فعلا والله، سبحان الله. هي كانت رسالة وهي ممكن اكون مش هقابلها تاني او هقابلها خلاص رسالتها بالنسبة لي انتهت. هي كانت رسالة انا خدت بالي من شيء ان هو ده جوايا اصلا وبدأت اتعامل معاه، وانا حاسة سبحان الله ان انا كل ما اقابل الجنسية دي احس ان انا احسن واحسن. حتى هم رد فعلهم معايا بدأ يكون بشوش اكتر، متعاملين احسن. فممكن يكون انا انعكاسي وطاقتي كانت منصبة على الخارج، فهم حاسين مني بالعنصرية دي حتى لو انا ما ابدتهاش. كل شيء في الاخر طاقة، وكل شيء في الاخر بيتحس حتى لو انت ما اتكلمتش عنه. انت لو انتقدت حد وحسيت ان هو متضايق مثلا من نقدك ده، حسيت سنة ايجو كده، وده حصل برضو معايا في الفترة الاخيرة. برضو قعدت مع نفسي الايجو ده، الشخص ده عنده سنة ايجو او في تصرفه فيه سنة ايجو، انا الايجو ده كمان برضو ممكن يكون فيه جزء منه جواي. كل ده بيفيدني انا ان انا اتعامل مع كل ده واحله، وازاي اطوره، وازاي اتعامل معاه، وازاي اعرف جدره، وازاي حاجات كتير جدا. كل الرسائل في الاخر خير. اتعلم بس من الرسالة عشان ما تفضلش تتكرر عليك. انا اعرف ناس والله بيقعدوا سنين في نفس الرسالة مش عايزين يتعلموا منها، لدرجة ان انا مرة اتكلمت مع واحدة قلت لها، قالت لي انا ما بتغيرش، انا ما بعرفش اتغير. ما فيش حد ما بيعرفش يتغير، ده المعتقد ده خاطئ تماما، بس هي متبنية للأسف. كل رسالة لازم تتعلم منها علشان تنتهي. ورسالتي ليك في الاخر، ممكن انا نفسي اكون رسالة دلوقتي نورت لك اي شيء في دماغك، او ان انت طريقة تفكيرك ممكن تكون هتختلف بعد كده، او ان انت تشوف الوضع بصورة اكبر وصورة
يعني اوسع، وان انت يبقى عندك قدر كبير من التسامح وقدر كبير من انك تغوص جوه نفسك وتعرف الرسالة ايه، جذر المشكلة ايه اللي انا اقدر اطوره في نفسي وايه اللي اقدر ان انا اعمله. يا رب تكونوا استفدتوا. اي اسئلة اكتبوا لي بس كومنتات على صفحة الفيس بتاعت بقلم دكتورة وسام ممدوح، او على قناة اليوتيوب، وانا ان شاء الله لو عرفت اجاوب اكيد هجاوب يعني. شكرا جزيلا، واتمنى لكم كل خير، واعتبروها رسالة قوية النهاردة. شكرا، تصبحوا على خير.